أعلن نادي النصر تعاقده رسميا مع نجم إنتر ميلان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وتمكن العالمي من حسم الصفقة بعد مفاوضات عصيبة استمرت لعدة أسابيع بسبب رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب. ونشر الحساب الرسمي للنصر على تويتر مقطع فيديو للاعب الكرواتي بعنوان كل الأعين تريده لكنه اختار النصر. من جانبه صرح بروزوفيتش خلال الفيديو: لا تقلقوا، أنا هنا، لقد اخترت النصر. ووفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن مسؤولي إنتر أعطوا موافقتهم للجانب السعودي على إبرام الصفقة مقابل 18 مليون يورو. وفي جدة أعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي جواو غوتا نجم سيلتيك الاسكتلندي لمدة 3 سنوات. وكان غوتا صاحب 24 عاما أحد أبرز نجوم منتخب البرتغال للشباب، ويشغل مركز الجناح الأيسر، وتدرج في صفوف بنفيكا قبل أن ينضم إلى سيلتيك الصيف الماضي. ويملك اللاعب البرتغالي 9 ألقاب خلال مسيرته بالملاعب. وعند الأهلي اقترب البرازيلي روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول السابق من الانتقال للفريق بدءا من الموسم المقبل. ورحل فيرمينيو عن صفوف الريدز عقب انتهاء الموسم الماضي بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي. وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن فيرمينيو على أعتاب ارتداء قميص الأهلي السعودي، وفي حال إتمام الصفقة فإن فيرمينيو سيكون ثاني لاعب عالمي ينضم لأهلي جدة بعد السنغالي إدواردو ميندي حارس تشيلسي السابق.